عاملين ايه؟ اخبار؟ النهارده فيديو جديد. بصوا يا جماعه، النهارده يوم عالمي الصراحه، عشان احنا دلوقتي بنتكلم على عصر جديد. لا مؤاخذه، القائد الاول بتاع العصر ده ما عادش بيقف بلبلي، ما عادش بيقف بلبلي، ما عادش بيقف بلبلي، وكان واقف على طول. لا 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 لا، مش دي انا قصدي حد تاني خالص، قصدي حاجه تانيه خالص. وقف مين ابو اللي جابك يا شيخي؟ هو احنا والقناه دي هنغير شكل اليوتيوب كله ان شاء الله. ثانيه واحده انا شايف من المستقبل وبقول لك بس ثانيه واحده عشان افهمك حاجه مهمه. انا مش عارف، الكلام اللي انا قلته ده غريب قوي، بس حاسس ان انا كنت سكران وقتها. مش عارف، شعورا كده حاسس ان انا كنت سكران. انتوا اللي قرروا ان القناه دي تعلى ولا لا، انتوا اللي قرروا ان هي تنزل ولا لا. احنا نتعامل احنا جنج مثلا، صحاب على القهوه زي كل مره يعني. اسيبكم على الفيديو. على العموم النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا وشيء غريب في نفس الوقت. جد فشخ يعني. ليه انا بكره سبونج بوب يا جماعه؟ كذاب مغرور قلبه مش بيحبنا، بيلف ويدور ويلوع قلبنا. احنا عارفين هذا البتاع مربع اللون الاصفر ده، تمام؟ كنا بنتفرج عليه زمان، ودلوقتي لحد دلوقتي لسه المواسم بتاعته شغاله، مش عارف ليه. هو انا التأمين الصحي هنعمل زي الفيديو اللي فات وهنسال السؤال اللي هو ليه انا بكره سبونج بوب. ستف عدي وعبن ابن كروزي. انا ما بحبش شكل المربع بتاعه. نبدا بس باسمه الاولاني او اسمه الكامل، هو سبونج بوب سكوير بانس. ده اللي موجود في البطاقه. ساكن في حي قاع الهامور، مركز بلباس، واتنين جيران، شفيق حبار وباتريك. اسم متعرف عليه بسيط، شخص سيمبل كده. المهم تعالوا بس نبدا نمسك اسم سبونج بوب واحده واحده. نمسك كلمه سكوير، مربع. انا ما بحبش المربع من اعدادي، والله بيفكرني بالهندسه، وانا كنت بسقط في الهندسه، فكانت حالتي خرا الصراحه. وحتى في ثانوي كنت بسقط في هندسه، فانا عمري ما حبيت الهندسه، تمام؟ فشكل المربع ده بيضايقني، في نفس الوقت اللون الاصفر ده سخيف قوي. ده السبب الاول بتاعي، انا صراحه ما بحبوش عشان كده. شايف زيتها شبابيك قال شباب الزنبليطة. عرفش بيجودك هتوسخ كيك انت مؤدى زميلي وغني نص لبا. نيجي السبب التاني اللي هو بيفكرني بنفسي لما انا كنت في الشغل. طبعا الناس ما تعرفش ان انا كنت بشتغل في وجبات سريعه زمان، فكان بيفكرني بيا قوي، يعني حاجه سخيفه ان انا كنت بشتغل بقلب قوي، بشتغل بحب. فاي شغل انا كنت بشتغله كان نفس القصه، ان انا كنت بشتغل بقوه كده بحب. بحزن لما بشوف سبونج بوب صراحه. وتعالوا نبدا للسبب الثالث. كان قلبي زمانه اتغير، وحياتك لا اقدر اغير فيكي لحد ما ترضى عليه. سبونج بوب مخروم، وده حقيقه. سبونج بوب مخروم يا جماعه، ده حقيقي. النقط اللي انت شايفها دي، ده مش نقط، ده خروم لا مؤاخذه. معلش. ايه عيب يا ابني اللي انت تقوله ده قناه فريندلي. فريندلي مين يا اسطى؟ انت ما شفتش فيديو الشاطر ولا ايه؟ بلاش يا عم فيديو ما شفتش فيديو موبيل الجزئين؟ بلاش يا عم. انت شفت القناه اصلا؟ انت عيل علق صحيح. من امتى احنا قناتنا كانت عاليه؟ يلا المهم، ساعات بخاف تبقى ذكرى نبعد عنك تموت الفكرة نرجع تاني ننسى اللي بصوا يا جماعه، الحاجه دي انا مش لوحدي اللي انا حسيت بيها. ولما كلمت ناس قالوا ان هم بيخافوا منها، وصحابي كلمتهم قالوا لي احنا بنخاف منه. انا بخاف من سبونج بوب طبعا يا جماعه، انا بخاف منه. حقيقي، ده حقيقه كونيه من زمان. ماشي. في حاجه بقى. حاسس ان الغرفه بتاعتي مسكونه، عارف ايه الهبل ده، الجنان ده. انا بخاف من سبونج بوب عشان بكل بساطه، يعني ايه علاقه البنطلون باللبس اللي هو لابسه؟ وانا عمري في حياتي ما شفت موظف في حاجه اسمها لابس. ده لابس برمودا يا جماعه، ايه ده؟ وفي نفس الوقت لابس جرافطه، مش فاهم حاجه. كده خلصنا الفيديو، ان شاء الله هيكون فيديو احسن من الفيديو اللي فات. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل جديد من اللي احنا بنعمله. بعد ما تخلصوا الفيديو هتشوفوا في المنشورات اللي احنا بنعملها بعد الفيديو ده ما هينزل بالظبط. عايزين نسمع اراء الناس، نعمل افكار جديده ما اتعملتش، بس في نفس الوقت افكار يعني احنا نقدر نعملها، تمام؟ وزي ما قلت لكم احنا كلنا يعتبر مشاركين في القناه. انت الاشتراك ده مش لمؤاخذه زرار، انت بتشترك معايا في حاجه. اتمنى ان احنا نوصل ل1000، يعني قبل ما الشهر ده يخلص عايزين نوصل ل1000. ده مستحيله، يمكن ربنا كبير يعني. واشوفكم في الفيديو الجاي.